كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة بمناسبة الأعياد وراس السنة. أنا هنا جبت شوكولاتة بالحليب وكمان شوكولاتة دارك عشان تبقى صيامي، وبعدين هسيحهم في حمام مية سخنة. أهم حاجة بس ما تخليش الشوكولاتة وقت كبير في المية عشان ما تنشفش منك، وكمان لونها ما يبقاش بيلمع. أول ما تسيح ولونها يبقى بيلمع كده هو ده المطلوب. أنا هنا عندي قالب سيليكون هحط فيه الشوكولاتة بتاعتي، ولو انتي ما عندكيش قالب سيليكون هقولك تعمليها بطريقة جديدة طلعت شكلها حلو جدا. هنا بنوتاتي كانوا بيساعدوني. قد ايه الوقت كان جميل وانبسطنا. اي نعم من شوية مشاكل. بصوا هنا يا جماعة، حطي هنا حطي هنا، لا هي عايزة تحط طبعا بمزاجها وانا افضل اقول حطي هنا. بس قد ايه انبسطنا والوقت كان لطيف. بصوا انا بضحك دلوقتي لاني بفتكر كنت عمالة اقول لهم اعملوا ايه. الطريقة التانية هجيب ورقة زبدة. لو انت ما عندكيش ورقة زبدة هاتي صينية، وكمان هنزل بمعلقة كبيرة من الشوكولاتة على شكل دايرة. والولاد هنا كانوا بيزينوهم وعمالين يتخانقوا مع بعض برضو مين اللي تحط المكسرات. بجد الشكل ده كان حلو جدا وعجبنا، وشكله كان جميل جدا في التقديم هتشوفوه معانا. برضو هنا هنعمل واحدة تانية بنفس الطريقة. وكمان يا جماعة زينوا بالطريقة اللي تحبوها أو حتى سيبوها سادة. عشاق الشوكولاتة بيحبوها طبعا سادة. هنا بعد ما الشوكولاتة قعدت في التلاجة حوالي 5 دقايق، البنات بيطلعوها من قالب السيليكون بتطلع بكل سهولة ومش بتتكسر. وهنقدمها معاكم بقى ونوريها لكم قد ايه كان شكلها حلو، وكمان عجبتنا جدا. هنا آن كانت بتاخد أول قطعة وبتكسرها معاكو وعايزة تدوق أختها، بس طبعا إلين الصغيرة معترضة ازاي إن هي اللي تكسرها الأول. بس اقتنعت ودقتها، وطبعا هي هتاخد بتاعتها ولازم توريكوا إن هي شطورة وبتقدمها معاكو. بصوا أنا عايزة دعم كبير جدا للبنات، هما تعبوا جدا في الفيديو ده بجد، وقد إيه انبسطوا بالوقت اللي احنا عملناه مع بعض. بجد الأعياد فرصة حلوة عشان نقعد كلنا مع بعض اهل وصحاب، وبيقولوا لكم اعملوا لهم لايك وبعت لكم بوسه كبيره بمناسبه السنه الجديده. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، وكمان كان شكله حلو وطعمه احلى لان هو بالشوكولاته. لكل عشاق الشوكولاته جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم. بحبكم قوي.